المقدمات بغيتوا تعرفوا مستوى السياسة في هذه البلاد تفرجوا. عزيز أخي نوش رجل ناجح على مستوى الأعمال، شخصية قوية، كان يحتاج إلى شيء من السياسة تعلمها بسرعة، ومبين الرجل عنده قدرات كبيرة، فهم وضع السياسي في المغرب ويساهم فيه بشكل ذكي، وسيكون له ما له في المستقبل. حزب التجمع ضعيف، لا يمكنه ان يلعب هذا الدور، لانه لا التجمع ولا زعيم التجمع كيديروا السياسه. واش كيديروا؟ تيسيروا اموالهم من خلال السياسه. الكيران ليس هو ذلك المنقذ من الضلال، يمكن أعطى وعودا كبيرة، وأنا أعتقد أنني قرأت حديثا نبويا حول أن المؤمن هناك خليقة واحدة لا توجد في المؤمن وأن يكذب. وعلى بن كيران أن يطرح السؤال عن نفسه. بن كيران حينما ينطق بكلمة يعرف أين تتجه، حتى في النظرات ديالو يضبطها، النظرات ديالو يضبطها، حتى الملامح ديال وجهه كيفاش كيغيرها مع الخطاب ديالو كترتبط بالخطاب ديالو. خطير بن كيران، خطير، رجل سياسي خطير، وعنده قدرة كبيرة على إدارة النزاع وعلى إدارة المراحل السياسية. الآن أنا مقتنع بأن حكيم الشماس سيلعب دورا في المستقبل، ويجب الإنسان يقوم بهذا الدور. الشماس بغى تكون ربما آلة في خدمته شخصيا هو، ولكن دابا ولو كن عارف عنده الأغلبية في المؤتمر واخ والله لا حبستيه، ولكن لن نقبل أن يدمر حزب الأصل. الحقيقة كثرت الهم تضحك، راه الحنش وما كغير جلدو بهذه السرعة، والله العظيم ونكون بلاصتو ما نزيد نهار في هذه الحكومة وهذه السياسة اللي غتخليني نبدل المبادئ ديالي والوعود ونغير كلامي 180 درجة بالناقص منها. لهذا غتكون حلقتنا اليوم على هذه الظاهرة السياسية، فرجوا معنا. معنا واحد خارج يقصر ليلة غادي يخلص 21 سنة عليها، هذاك شغله، أنا ماشي شغلي. واش هذا دابا اسلوب ديال راجل السياسه؟ هذا راه تشجيع على الحمل غير الشرعي، يعني هذاك اللي عنده الفلوس غير يتعدى على بنات الناس ويولدهم ويخلص الفلوس ونسمحوا ليه، غادي تجي غير في اللي ما عنده والو، اما اللي لاباس عليهم مزيان ليهم هذا القانون. ما عرفش انا كيفاش كيجيبوا هاد المشاريع اللي كتخدم المرفحين، القانون واضح السي وهبي، اللي دار الذنب يستاهل العقوبه، وما كاين لاش نبقاو نديروا في قوانين لا يقبلها لا المنطق ولا الدين. هذيك حياته الخاصة، يمشي في الزنقة وبيصور واحد، ما عندك الحق تجي تسجل ولا تصور إلا عندك البطاقة بالجنس الوطني، الصحافة، باش كلشي يتضبط، والمواطن يكون دايز يدير يمشي مع وحده ولا يمشي مع جوج، هذاك شغلو، أنا خصني نحميه ما يقرب له حد. السي وهبي معالي وزير العدل بغى يدخلنا كاملين للحبس، يعني الا مشيتي لشي بلاصه في الشارع العام وبغيتي تصور فيها خاصك تجري كاع على الناس اللي في الشارع باش تصور، والا غادي تعاقب بهذا القانون الغريب. المشرع المغربي واضح في هذا الباب، أركان جريمة التصوير بدون إذن مقترن بمكان خاص وليست بمكان عام، وما يمكنش تحقق أركان الجريمة إلا بتواجد الشخص المعني أي الضحية في مكان خاص غير مفتوح في وجه العموم، ولا يمكن ولوجه إلا بإذن أو موافقة من يشغله. هذا القانون اللي جاب لنا السي وهبي فكرني في قانون تكميم الأفواه اللي كانت جابته الحكومة السابقة، وكان أول معارض ليه هو السيد وزير العدل نفسه. لأن أولا في إهانة لذكاء المغاربة حينما قرروا أن يمرروه الآن، وفي إهانة لتاريخ المغاربة الذين نضلوا من أجل الوصول لهذا المستوى الحقوق، والآن ينزل هذا القانون الحدي الأدنى، أي حتى انتقاد الشركات أصبح يراد منه أن يكون فعلا جرميا. سبحان الله، ما الذي تغير؟ اللي تغير هو أننا أمام السياسيين كيبدلوا جلودهم بسرعة وكيتناقضوا مع كلامهم غير باش يستافدوا من الامتيازات. شوف حياتي تعييت، ما عمرني شفت وزير من نهار جا وهما الاحتجاجات في القطاع ديالو كل شهر، شفت حتى عييت ما عمرني شفت شي وزير كل ما خرج شي خرجه اعلاميه الا وكحلها وعماها وخلى الدوله واحله فيها. اليوم اتيا في هذا الوقت بالضبط اللي حنا كنتكلموا فيه اصحاب البدله السوداء مجتمعين في مكان ما في الدار البيضاء في بوسكوره باش يتفقوا اما على المقاطعه لمده اسبوع، مقاطعه الجلسات ومقاطعه الصناديق. شتي اش درتي؟ رجل السياسه هو الذي يتفاوض، رجل السياسه هو رجل اطفائي وليس رجل للحرائق. حنا راه ما جابتكش الدوله باش تشعل الحريقه، راه جابتك باش تطفي، جابتك باش تتفاوض، جابتك باش تلعب التوازن في القطاع اللي انت جزء منه. السيد معالي الوزير
راه ماشي كنديروا القاعده القانونيه بناء على حاله خاصه. ايضا انت السيد معالي الوزير لست مشرعا، انت جزء من صانع التشريع في المنظومه في المغرب، ماشي غير طاح لك قانون في دماغك تقول غدا غادي نطبقوا القانون اللي جا في دماغك غادي تقول انا غادي نطبقوا. راه كاين صناع التشريع والسلطه التشريعيه المختصه، انت كتقدم بمشاريع القوانين ماشي انت اللي كتشرع، وماشي كنبنوا القواعد القانونيه لا تبنى على لا تؤطر حاله بعينها، القانون يؤطر وقائع تقع الان او ستقع في المستقبل الا ما كنتي قاري القانون. راه عيب وعار غنطيح الفكره ديالنا فكره في راسنا ونقولوها. ثانيا ما يمكن مناقشته او اللي كتجيب انت من تعديلات سواء في قانون المسطره الجنائي والقانون الجنائي هو محط نقاش عمومي، وماشي انت وحدك اللي حاكم في هذه البلاد. راه معك احزاب سياسيه لها مرجعيات مختلفه، كاين اللي مرجعيه يساريه، كاين المرجعيه الليبراليه، كاين المرجعيه محافظه، وكاين المرجعيه اسلاميه، ثم امامك البرلمان ومجلس المستشاري والامانه العامه وسير. ماشي غنجي ونقول انا غادي ندير ولا انا غادي كانك انت الذي تشرع في هذا البلد. وراه انت زعما رانك محامي وتدري جيدا القطاع، والمفروض على ان هذا القطاع يلتئم في الفتره اللي انت فيها في الولايه ديالك، ماشي يتشتت، وماشي بالضبط اي قطاع خاصو يخرج للاحتجاج في الشارع باش يحقق المطالب ديالو. اليوم اصحاب البلاد السوداء خرجوا، ها هما العدول خرجوا، غدا المفوض القضائيين، بعد غدا سميتو كتاب الضبط. واش نحنا جبناك تهدي ولا جبناك تصعد؟ ما هكذا تراد الابل يا معالي الوزير، وما هكذا يكون رجال السياسه ورجال الدوله. رجال السياسه يجب ان يلعبوا التوازن داخل المجتمع. لا نحتاج الى الاستقرار، نحتاج إلى رؤية استراتيجية في جميع المجالات، نحتاج إلى بناء دولة الحق والقانون ولكن ماشي بهذه الطريقة، ونحتاج أيضا إلى رجل سياسة يدرك جيدا ما يقول، ماشي كغير الواد وما جاب، ماشي غير لسان وما فيه عظم. راه عندك واجب التحفظ، وراه الكلام يكون بالعبار ونعرف اش كنقول وكنقيسو مزيان، وبعض المصطلحات راه لا تليق بحارس الأختام. ما بغيتش نقولها لانها كاع ما نقدر نقولها، ولكن لا تليق بوزير ولا تليق برجل السياسه. وفي الحقيقه لا انت لا بعض الوزراء معاك في الحكومه احسن لهم يبقاو ساكتين، اما الا تكلموا راهم غير في الحقيقه ما راه كاعش كيديروا. لا حول ولا قوه الا بالله وصافي.